السي في بتاعي ما بيوصلنيش لانترفيو. طبعا لما بنتخرج بنبقى كلنا فاكرين ان الدنيا وردي وجميله، وان انا اروح اقدم في الشركات والاقي مكالمات جايه لي من كل حته والدنيا زي الفل ومفيش مشاكل. بس للاسف اللي بيحصل عكس كده، وبلاقي ميلز ريجكشن من كل حته ومش ملاحق عليها. وده بيرجع لشويه اسباب هنتناقش فيها ان شاء الله في الفيديو ده، فما تنساش تعمل اللايك والفولو، ولو بتتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب. ويلا بينا. اول سبب الايميل. ما ينفعش يكون الايميل بتاعك مش مكتوب مظبوط. يعني ايه؟ دي بيتحط تحتيها كام نقطه. اول نقطه ان انت لازم يكون حاجه اسمها فورماتد صح. يعني @جيميل @اوتلوك @هوتميل، اي حاجه تكون موجوده .كوم .نت لازم تكون الكلام ده موجود، عشان هو بيقدر يشوف الايميل بتاعك معمول على الفورمات المظبوط ولا لا، اللي هي اي حاجه ودوت اي حاجه في الاخر. تاني نقطه هنا الا وهي موضوع الاسم. ما ينفعش يكون مثلا اسمي دلع، يعني حماده يلعب، توتو الدلوعه، الكلام ده كله. يفضل الاسم الاول، الاسم الثاني، وممكن معاهم اي رقم عادي او سنه الميلاد او وات ايفر بقى، احنا ليها يعني حاجات مختلفه، ونكمل الايميل عادي. تاني سبب رقم الموبايل. لازم يكون رقم موبايل شغال، ويفضل يكون شغال في البلد اللي انت فيها. يعني لو بقدم على شغل في مصر ما ينفعش اقدم برقم اماراتي، طب ما هو مش هيكلمني. طب لو بقدم بره مصر يبقى عادي ممكن تحط اي رقم، بس يفضل يكون معاها كود البلد. يعني مثلا زي في مصر يبقى 20، لو في الامارات يبقى 971 تقريبا اند سو اون. فدوت مهم جدا عشان الراجل اصلا يعرف يكلمك. تالت حاجه ان انا اكون بصيت على الوصف بتاع الشغل الا هو الجوب ديسكريبشن كويس جدا، وعملت الحاجات او عدلت السي في بتاعي بناء على الحاجات اللي موجوده فيه. طب ده يعني ايه؟ يعني مثلا الجوب ديسكريبشن مكتوب ان انا خبره 4 سنين، بس انا خبره سنه، فمش هحط، يعني ما تبعتش 3 حد يقول لي انا 3 سنين ومشي الدنيا ما جاتش على الكام سنه دول، هتفرق. طب ايه تاني؟ ان انا الحاجات اللي تبقى مكتوبه في الجوب ديسكريبشن اعرف استخدمها عندي. يعني مثلا مش مكتوب في الجوب ديسكريبشن ان الراجل ده يكون بيعرف يكتب مثلا، على سبيل المثال طبعا ده مش موجود، بس يكتب بايثون وسي بلس بلس وجافا، وانا الحاجات دي مش موجوده عندي في السي في، ما محدش هيكلمني. لازم تكون السكيلز والحاجات اللي مطلوبه في الجوب ديسكريبشن تكون موجوده عندك في السي في. يعني انا هقعد اعدل السي في على كل شغل؟ ما انت لو عايز تتقبل وحد يكلمك اصلا، عشان توصل لمرحله ان حد يكلمك لازم تعمل الموضوع ده. طب ده كله في الاخر بيتبروز بايه؟ بحاجه من 3 حروف: ATS Applicant Tracking System. دوت عباره عن سيستم بيكون موجود بيساعد الراجل اللي بيريفيو السي فيز دولت. تخيل كده انت واحد بيجي لك 1000 سي في، فانت مش هتقعد تتفرج على كل ال 1000 سي في دول وتقعد تفلتر ما بينهم، مش هنخلص. فنقدر نعتبر ان الاي تي اس دوت كاي اي تول بتساعد الراجل ده ان هو يريفيو السي فيز. فهو بياخد الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، رقم الموبايل بقى والايميل فورماتد والجوب ديسكريبشن، وممكن يكون كمان لو انت حاطط لينك يبقى اوله اتش تي تي بي اس مثلا، ما ينفعش يكون اللينك من غير اتش تي تي بي اس، ممكن يترفض. بياخد الكلام ده كله ويبدا يفلتر بناء عليه. فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا. برضه تقدر تشوف اليوتيوب، انا كنت حاطط عليه بلاي ليست بتشرح الحاجات دي بالتفصيل شويه، تقدر تتفرج عليهم. ده كان موضوع الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير وكل الكلام الجميل ده. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.